ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فكرة النهارده بقى فكرة عبقرية للصرف كده، ما يدخلكيش بقى لاي حشرات ولا اي حاجة خالص، وتقعد عندك بالسنين. تعالوا اقول لكم بقى هتعملوها ازاي. بصوا، غطا السمنة الاستانلس ده، اللي هو بتاع السمنة اللي هو الكيلو. لو عندك طبعا الصرف واسع شوية بتحتاجي الغطا اللي هو اكبر، اللي هي بتاعت ال2 كيلو. واحتاج كمان شكرتون، لفة شكرتون بتبقى بتجيبيها من عند اي بتاع كهربائي او سباك. هقول لكم بقى اعمل فيها ايه. هنفرض مثلا ان ده خرطوم الصرف بالشكل ده كده اهو. هبتدي بقى اقولك هتعمليه ازاي. هتحطي كده الخرطوم بتاع الصرف بالشكل ده كده، وتحددي المقاس بتاعه بأي قلم كحل بقى عندك، عشان طبعا القلم او اي قلم فلوماستر، عشان القلم الازرق مش بيكتب على الاستانلس. فتحتاجي كده قلم كحل بالشكل ده، بتحددي الدايره كده المقاس بتاعه زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده انا مش محتاجاه. وهبتدي بقى ايه اخرمه كده، واشيل بقى الحته اللي هي الدايره اللي انا حددتها ده بالشكل ده. بصوا انا خرمتها كده بالمفك وايدي الهون. وبعد كده بقى هبتدي اقصها بالشكل ده لحد ما اخلص خالص الدايره كلها بالشكل ده كده. وطبعا وانتي بتشتغلي بالراحه خالص عشان ما تتعوريش، وما يكونش جنبك اطفال خالص، عشان طبعا السن ده بيبقى صعب جدا وبيبقى حامي. خلاص انا قصيتها. هحتاج ان انا اقصها شويه، المقاس لسه صغير. هشيل الزيادات كده علشان اجيب المقاس بالظبط. خلاص. طبعا الخرطوم الصرف بيبقى يعني بيتني، فبتدخليه بسرعه بكل سهوله يعني. وهنفرض مثلا ان البرطمان ده اللي هو الكوع بتاع اللي بيتحط فيه الصرف. همثلها لكم كده عشان انا طبعا عاملاه. همثلها لكم بالظبط كده علشان تبقى الشرح بسيط. هنفرض مثلا البرطمان اللي هو الكوع بتاع الصرف اللي بتحط فيه الخرطوم، تمام. هتجيبي الغطا كده زي ما انا حطيته، وهتحطي فيه الخرطوم، وهتبتدي تثبتي بالشكل ده كده بالشكرتون الاول كده الناحيتين، وبعد كده الناحيتين العكس التانيين. وبعد كده بقى تلفي داير ما يدور على الدايرة كلها، على الحز كله. يعني بصوا اهو، بالشكرتون تلفي كده مكان ما ايدي كده بتشاور، شايفينه اهو. تلفيه كويس. وطبعا لو عوزتي تغيري الصرف في اي وقت بيتفك بكل سهولة اهو. طبعا الاستانلس ده بيبقى ثابت بالشكرتون، بتغيري الصرف وبترجعيه تاني، ما بيحصلوش اي حاجة بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم اهو، بصوا انا عاملاه ازاي على صرف الحوض بتاع المطبخ اهو. لفاه اهو. طبعا الغطا مش باين خالص الاستانلس، لان طبعا كان داخلي فار قبل كده وارقد الصرف بتاع الحوض. فقعدت افكر لحد ما بجد اتوصلت للفكره دي حلوه جدا. وطبعا الاستانلس مش هيقدر ان هو مثلا ياكله ولا اي حاجه، لان هيعوره. فبجد انا عايزه اقول لكم ان الاختراع ده عاملاه بالظبط بقالي 3 سنين من عمر بنتي. كان بنتي ساعتها عندها شهر لما عملته. فما شاء الله قاعد عندي اهو بقاله سنين، ما جرالوش اي حاجه، ولا دخل بقى صراصير، ولا دخل فيران، ولا دخل اي حاجه. ونفس الفكره عاملاها في صرف الغساله، عشان برضو دخلي من صرف الغساله قبل كده. فانا طبعا عشان كمان دور ارضي، فالمشكله كلها بتبقى في الدور الارضي والكلام ده. فاتمنى يكون كده الفكره عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.